السلام عليكم أزول في اللون. يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، الفيديو الثاني. جمعة مباركة لجميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تدعمين دائما نطالب بكم شعارنا الخالد في التعليق: الله الوطن الملك. ولكن غنبداو بعد الفيديو بجوج سكيتشات. السكيتش الأول سمحوا لي غادي نجبدو. قضية فلسطينية ذبحها أنا شخصيا. والفيديو الثاني والسكيتش الثاني جيش راه جاهز، مجرد ما يحلوا لنا الحدود. شاد مجرد ما يفتحوا لنا الحدود ويسمحوا الحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش عرفتي ديك السكيتش كذبون. فتحوا لنا الحدود ظالمه او مظلومه، وفي الاخر صوتوا لصالح نزع السلاح للفصل. حنا ماشي ضد، انا ما تندخلش في القرار، هو تيطيح الاقنعه. صافي سالينا، لا للنفاق، عرفناهم منافقين وزايدينها تيشكروا في ترامب. هذا سي نورمال. شكرا ترامب على هذا الاقتراح، لانهم قال لهم دوروا وداروا، وما خصهم يبوسوا اليدين لترامب على القضيه ديال الصحراء المغربيه. تيحاولوا يديروا معاه شتى الوسائل باش يغير الراي ديالو في ولا القرار ديالو. هو ما عرفوش بان هذا قرار رئاسي لا رجعه فيه. مازال ما بغاوش يفهموا. اللي ضرني في خاطري واللي اثار انتباهي هو خرجوا الابواق ديالهم تيحاولوا يبرروا هذا سميتو هذا القرار او هذا التصويت. الحق يقال، قال لك واحد هاشم العامر، ما عرفت شكون هو هذا هاشم العامر، يمكن شي فلسطيني، هذا ياكل ميمي معاهم. الحق يقال وزير الخارجيه الكرغولي اجرى مسؤول عربي وجه كلام قوي لحماس. ياك سيدي، حنا ما قلنا والو. واخا فصائل مجهوله ومنظمه التحرير هي من تمثل فلسطين. ياك سيدي، راه حنا واخا. بحثت جيدا ولم أجد مسؤولا عربيا رفيعا قال الكلام علنا بهذه القوة. الصراحة يستحق نقول له تحية كرغوليا. واش غتسطيونا والتادي عامين وحنا تنغوتو وتنقولوا لكم بأنه حنا ما تنعرفوا غير منظمة التحرير الفلسطينية، وكنتو تتعايروا لنا بالمطبعين. دابا جا هذا قال جوج كلمات، ضرب في البرانسيب ديالو، في المبادئ ديالو اللي قال لك هما مع فلسطين ظالمه او مظلومه. ها هو هبط السروال قال ليه دوري دارت، وزادوها بلادي مازال ما كملش. باغيين يتوسلون وتقلبوا على الوساطه للتطبيع مع اسرائيل. ما كرهوش يطبعوا مع اسرائيل، ولكن اسرائيل ما باغاش. دابا تصور ان اسرائيل ما باغاش، تقول هذيك ما بحال ايران، ما ايران وهي بحال انا ما فياش. وخرج بقادوم كما قلت لكم في الفيديو الصباح في مجله، في لقاء صحفي، وقال لهم حنايا مستعدين للتطبيع. وعلاش اخويا كنتي تتعايرونا حنايا؟ وعلاش ما خليتهم قلتوا فينا وقلتوا اسرائيل جبنا لكم في الحدود والكيان كوتو هادشي كلشي. أنا المهم اللي خصني نفهم كيف لا تسمحون لطوائف أن تكون مسلحة وتسمحون لمرتزقة ديال البوليساريو أن تسلح. خويا هاد الكراغيلة راه ما عندهم مشكل إلا المملكة المغربية. ما تعرفوا فلسطين، ما تعرفوا العراق، ما تعرفوا البلدان العربية، المنظمة العربية، ما تعرفوا والو. هما يريدون تقسيم المملكة المغربية. وهنا تنقول لكم لن تستطيعوا تقسيم المملكة المغربية، بل سنسترجع الصحراء الشرقية وسترون. وها اللي تحرك، ها وعاش الملك، الله الوطن الملك، وسير اللي جاي.